مليان ناس اللي هتصرخ برا يا جدي ده وفين ابوي؟ ما كنت فين يا احمد؟ والله يا ابوي زي ما تقول صحيت الصبح وحشيت للبهايم وخذت بعض ورحت لاخواتي البنات ورحت لعماتي ورحت العمام وما سبتش حد من جماعتنا واصل. ليه امال كده نهرده؟ يعني ده مش عوايدك، ده احنا عنسخروك سخير، ده لما عنقول لك روح جنازه روح فرح مش هترضى، لفيت على الناس كل نهرده ليه كده؟ والله يا ابوي هي جات معايا كده، بعد ما خلصت اللي وراي قلت والله لا رايح لهم، لقيت رجلي موداني وحدي، دخلت عند عمتي طلعت من عندي دخلت عند خالتي ودخلت عند عمامي، والله حتى خوالي قبلوني في الطريق دقوا في رحت عندهم وشربت الشاي، واديني جيت يا ابوي، يعني انا اذنبت؟ ولا اذنبت ولا حاجه، ده انت المفروض يذبحوا لك عجل النهارده على اللي عملته دي، والله اول مره تحصل ده، ربنا يستر ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يسترها دايما يا ابوي. والله زي ما تقول يا حج النهارده كده مش عارف، حاسس احساس غريب قوي، حاسس كل حاجه حلوه قدامي ومش عايل هم لاي حاجه واصل. امان عليك يا ابوي ما تزعل مني في يوم من الايام لو زعلتك، خلي بالك واقسم بالله عنحبك، واذا كنت في مره ما عملتش حاجه ولا قصرت معاك فده حاجه غصب عنك، لكن انا قلب ابيض يا ابوي وانت عارف، وعنحبك قوي، والنبي يا ابوي تسامحني على كل حاجه عملتها لك، ومعزتك اللي في قلبي دي ربنا بس اللي يعلم به. وزي ما تقول يا ابوي صحيت من النوم النهارده حسيت نفسي ان انا متوحش الناس كلها، ولقيت رجلي واخداني وراحت على كل بيت وحديها كده، والله العظيم يا ابوي مش عارف ايه اللي حصل لي، وكمان كنت رايح الجبابين ليلة امي رنت علي. يعني انت كنت هتزور الميتين، ده احنا كنا نزقوك زقه عشان تزور الحيين يا احمد، لا جنازه ولا واجب هترضى تروح يا اخي. بخفك حكاوي بس ابقى شوط على الزراعات الشرقيه. حاضر يا ابوي طلباتك يا باشا. صباح الخير يا جدة. اهلا يا ولدي. صباح الخير يا ابوي. صباح العسل. رايح ليه مدرستك بدري يا همام؟ ما باقي نص ساعة على المدرسة خلاص. طيب خلي بالك على نفسك وتعملش مشاكل مع اصحابك. خذ ولا اقول لك خذهم كلهم. ما اللي يا ابوي ده كله مش معود يعني. ها يا همام خلاص تدقش. حاضر. ربنا يخليك. سلام. خلي بالك على نفسك ها؟ حاضر يا ابوي. سلام يا جدة. ابوك مبسوط النهارده اصلا، روح. روح يا ولدي ربنا يستر طريقك. عارف يا ابوي همام ولدي دي اغلى حاجه في حياتي، بس انا بيجيني اوقات كده بحس فيها احساس غريب، بحس ان انا مش هفرح بيه، بحس ان انا مش هشوفه وهو بيكبر قدام عيني، مش عارف ليه يا ابوي. يا ولدي دي وسوسه الشيطان، سيبك من الكلام ده، اوهام يعني من الاخر. ربنا يبارك فيكم ان شاء الله ويخليك ليه ويخليه ليك يا ولدي، سيبك من الكلام دي. على رايك يا ابوي، بس ارجع واقول اللي مكتوبه له حاجه حيشوفها. خلاص يا عم احمد عاد ما تقطعش في مصارينا وفي قلبني وغير الموضوع ده خلاص. حاضر يا ابوي.